قام الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع لجنة الشؤون الاجتماعية في مقاطعة الشهباء بتوزيع مساعدات إغاثية للأهالي القاطنين في مخيمات الشهباء في ظل غلاء الأسعار وعدم القدرة على تأمين العيش اليومي. وأوضحت أسمهان إسماعيل الرئاسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي لكاميرا روجافا أنهم يقومون بتوزيع احتياجات الأطفال في المخيمات من عمر يوم إلى عمر سنة، والمساعدات متاحة ل300 طفل. من جهتها أوضحت عضوة هيئة الشؤون الاجتماعية في مقاطعة الشهباء زوزان نعسان أنهم قدموا هذه المساعدة للأهالي في ظل غلاء الأسعار للتخفيف من معاناتهم. وكيف الصورة كرد مخاسكو أم لسر ملته أردنا توزيع المساعدات الإغاثية ومستلزمات الأطفال الرضع لأهالينا القاطنين في مخيمات النزوح من عمر اليوم وحتى السنة في مخيمات برخضان وسردم والعودة وكشتعار وعفرين، وسنستمر بهذه المبادرة وفي الأيام المقبلة وفي ظل غلاء الأسعار سنسعى لتقديم المساعدات لعدد أكبر من الأطفال. أم كانبنكو أم عدد كيدن أم في زاروكنارا جي شملكن وأم تشتني باشكو كانبن جوان رب قادمين. اليوم بدأت حملة توزيع مساعدات من قبل الهلال الأحمر الكردي، ونحن رافقنا الحملة كتنسيق من قبل الشؤون الاجتماعية، وأردنا تقديم المساعدات لأهالينا في هذه الظروف القاسية التي يعانوها، وخصوصا في المخيمات مع غلاء الأسعار، ونحن بجانب أهالينا ونحاول أن نخفف عنهم الأعباء من خلال توزيع بعض المساعدات عليهم. كلاك ملاتي خو بساكنين هنكي أم في بوري سر ملاتي خو سفق بكان هن تشوارن بالوكرن